كانوا قاعدين بيتعشوا عادي. في نص الضحك الولد بص لأمه وقال لها: هو ليه بابا وشه مش باين؟ ومن ساعتها محدش بص في عين التاني. ريحة الدخان كانت طالعة والساعة وقفت على 3:33. في سؤال لازم تسأله لنفسك قبل ما تسمع الحكاية: هو أنت متأكد إن كل اللي عايشين في بيتك من أهل بيتك؟ أنت دلوقتي مع الشاهد الأخير. القناة بتحكي لك عن البيوت اللي نورها مطفي، وعن الأرواح اللي لسه مستنية حقها. لو بتحب الحكايات اللي بتسحبك تابع معانا. ولو حسيت إن في حاجة بتتحرك في المراية جنبك أو أي حركة أنت ما تعرفش مصدرها إيه، ما تبصش وخليك مركز، لأن الحكاية دي هتغير نظرتك عن كل حاجة حواليك. العيلة دي كانت شبهنا بالظبط، مش أغنياء بس عندهم اللي يكفيهم وزيادة. حسن دوت هو الأب، الراجل شيان في بيته، وسعاد الأم ست جدعة 100 راجل بتحب الضحك ولمة العيلة. ولادهم الكبيرة بنت اسمها ملك، دي اللي دايما صوتها في البيت، ومحمود الصغير اللي كان دايما بيتكلم